استاذ محمد، سلام عليكم. عامل ايه؟ لا ايه؟ مش عايز اطلع والله. ليه؟ انت وشك حلو يالا. البتاع بقت زي الشمع. والله والله العظيم كانت سودة خالص. أيوة. ما بتجيبش غير سواد، بقت زي الشمع الميه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه؟ يعني غير خلاص من بدري. ايه؟ انا نفسي اعمل تصوير كده ايه يعملني منه ربنا. هدوء كده وما بحبش الزحمه والدوشه والحاجات دي. بص، ده عامل بيت اهو. انت تعمل لك بيت جنبي اهو، فاهمني؟ عايز تطلع كده تطلع، عايز تطلع كده تطلع. انت في النور في الشمس، ايوه انت فاهمني؟ بصوا الميه اهي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، زي الشمعه اهي. خلاص، بسم الله ما شاء الله. الارض اهي تبقى لونها مبيض كده، تحط عليها ميه تبقى سودا كده، بسم الله ما شاء الله، يعني تبقى طينه كده. خلاص، واحنا الطاقه اهي راكبه اهي، تمام. وفي بيت اهو، البيت اهو. ده البيت ده بتاعنا اهو، بعمل بيت ومزرعه، تمام. احنا هنا بنبيع ب 35 بالليزر، بير، طاقه شمسيه، مواسير، محابس. خلاص، والفرافره ورا البلد، يعني احنا ورا الفرافره 5 كيلو. احنا بنبيع ب 35 من الليزر. بتشوف الارض ناشفه كده يا ابويا، لكن انت لو طلعتها طين بتطلع اهي الطينه. طينه يعني ايه؟ الارض دي اسمها ارض طفليه يا جماعه، دي حلوه قوي في البرسيم، بتمسك ميه، بسم الله ما شاء الله. يعني احنا هنا 5 كيلو جنب الفرافره، الارض تقنين، يعني بتاخد عقد ابتدائي على طول، يعني تمليك. المعدات شغاله اهي، خلاص، اللودر والليزر، وبننزل ميه اهو، خلاص، وميه اهي، بسم الله ما شاء الله. احنا في الجبل اهي. خلاص، وده المعلم صابر مدير المشروع. ازيك يا حاج صابر؟ عامل ايه؟ الشغل عامل ايه؟ زي الفل. تمام؟ ماشي يا باشا. اما تخلي الجماعه دول يشطبوا بقى. لا هم خلاص لسه قدامهم كده بالظبط ربع ساعه. ماشي. انت هتعود. كتر الله ما شاء فعل. الطاقة يا جماعة، خلاص، انا عاملها متحركة. قلت لكم قبل كده انا بحب دايما الطاقة المتحركة عشان توفر ساعة الصبح وساعة اخر النهار، تمام. بسم الله ما شاء الله. الطاقة اهي، انا عامل لها صاببها، اعمل لها متر تحت وساب لها متر فوق تاني عشان تبقى قويه، عشان بيقول لك الطاقه المتحركه ما تبقاش قويه. فانا ايه، ظابط الليل. شوفوا الميه، الارض صحراء، شوفوا الميه فيها تحسوا ان احنا في بحري. فاهم؟ كده بقى احنا بنصور الطاقه كلها اهي مع بعضيها، تمام. وديت ام رقيه زوجتي، ورقيه والبراء بيلعبوا في الميه وفرحانين. ازيك يا ام رقيه؟ ازيك يا براي، عامل ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه رايك؟ بحر الحلم بدأ يتحقق اهو. هنروح نصور البيت بقى هو ده بحر. عشان نخلي الناس، يعني نرغبهم ان هم يعملوا بحر. يا عمقها دي قد اللي عمقها ايه يا براء؟ لا ده ارض، بس احنا بنعبيها ميه عشان تفك التربه وتبقى طينه زي الجميله دي، تبقى طينه كده، بدل ما هي بيضه كده وناشفه كده، لا نعبيها ميه جامد، والميه كتير بفضل الله. ايه عمقها قد ايه بالنبي؟ قول لي. عمقها قد ايه؟ لا ولا عميقه ولا حاجه، ده شبر ميه. شبر ميه يا بابا، قول بقى والنبي. والله شبر. لا بابا، لا قول لي. عايز تنزل؟ انزل. ايه ده؟ ذكر رقيه. بص يا بابا، اقسم بالله فتت طوبه. براء شكلك طوبه، بص اتفتت ازاي؟ يعني بقت طوبه حجره. بس شمر لا، بنطلونك، لا، شمر سيبه يلعب. محمد بالله سيبه عليك يلعب ما حصلش حاجه، محمد. انما مش عميقه ده هيتبل وهيبقى بردان يا ستي، ولا حاجه، تخلي العيل يا براء. انا جايبه معايا بنطلون. يا براء ما انت كده بنطلونك باظ. انزلي بس ايه، شمري شويه.
فاكره يا ام رؤية لما كنت بقول لك نروح الفرافره؟ فاكره؟ ادي احنا عملنا الارض اهو والبير والطاقه. رجلي بتغرز يابا. معايا بنطلون. بابا بس رجليها بتغرز. خش ما تخافش، خش لا رجليها تغرز. يا جدع، خش خليك راجل، خليك كفاءه كده. خش ما تقلقش يا جدع، مش بحر ده، مش بحر. الواد رجليه غرزت في الدنيا. ما تخافيش يا ام رؤية، خلي العيل يتشجع. يا ابني ما تخافش يا ابني هيدفن بالحياة. ما تخافش. يا رجاله عايزه ابني. كنا بنقول، فاكره بنقول على نفسنا في 10 فدادين، ادي احنا الحمد لله بنبيع اراضي اهو، وعملنا البر والطاقه والخير اهو. احنا هنا يا جماعه بنبيع ب 35، بنسلمك ب 35 ليزر. خلاص، بنسلمك ب 35 ليزر. الارض دي 5 كيلو من الفرافره، والارض دي تقنين، يعني تدي للدوله 20,000 على 7 سنين ويبقى معاك فدان ملك. خلاص، مش ارض مزاد ولا ارض حاجه تانية. هي مش طوبه دي، مش هروح اصور لكم البيت واصور لكم المزرعه، وان شاء الله هنعمل برج قريب. تعالوا نصور بيت. مش عايزه تقولي حاجه للناس يا ام رؤية؟ ترغبي الناس يعني تيجي تزرع تعمل. عايزه اقول لهم بس علي صوتك. كل حاجه هنا جديده، يعني كل حاجه بتعملها بتحس بكل حاجه لها متعتها وكل حاجه لها جمالها. يعني انت مستمتعه هنا ولا زعلانه انك جيتي؟ لا الحمد لله، حلوه جدا على فكره. المكان هنا هادي وجميل، والناس كويسه جدا وعشريين جدا، والحياه هنا الحمد لله رب العالمين. بقى ليكي اصدقاء هنا كتير، اكتر من انت كنت تعرفيهم وانت في البلد؟ لا طبعا اكتر من القاهره بكتير. لا هنا الحمد لله رب العالمين يعني احسن من القاهره بكتير. طبعا عشان الناس عارفه ان انا من المحله، الناس ما تعرفش ان انا عشت في القاهره 30 سنه. عشان طبعا عشان قاعد معاكي في القاهره. مبسوط يعني يلعب ايه؟ على فكره عمك احمد هيزعل. عمك احمد يوسف هيقول لك انت بتنزل ميه في ارضك وسايب ارضي. والله يا استاذ احمد يوسف، والله ان المعدات شغاله عندكم، بس اللي هي المعدات دلوقتي عندنا بس شغاله عندكم انت ومين بقى؟ انت والحاج ابو المكارم. وان شاء الله باذن واحد احد يوم الاثنين هتركب المواسير. ليه بقى؟ لان انا بنزل ميه من غير مواسير عشان انضف البير. مطلع طينه كتير. لو كنت انا ركبت المواسير كانت سدت. عشان الاستاذ احمد يوسف وانا هصور لك مزرعتك وهي شغاله، يعني هحط لك اليافطه بتاعتك واصورها لك باذن الله في نفس الفيديو ده باذن الله ان شاء الله. البيت اهو يا جماعه، عاملين بيت هنا هصوره لكم. ايه يا رؤية؟ هنا يا جماعه الحياه نظيفه. يعني ايه فدان ب 35,000؟ فدان عندنا يا جماعه تحت في بحر وقبلي بمليون ونص. هنا ب 35,000 هتنزل فيه ميه زي كده، والميه هتنك طول العمر تروي ببلاش، لان احنا عاملين طاقه اهي بفضل الله بتجيب ميه من البير من عند ربنا. هندفع، اشكر ربنا بقى، هندفع لربنا فلوس. اشكر ربنا على هذه النعمه. خلاص، يبقى انا عندي الارض ديت على بير خباطه، والبير على 100 فدان، وطاقه شمسيه والازر وكل حاجه بال 35. تمام. وعندي الارض الثانيه اللي هي 4 كيلو من قريه 13 او قريه عثمان بن عفان، هي لها اسمين، عثمان بن عفان او 13 ب 45. الثانيه على ايه؟ على بير بريمه، والبير على 120 فدان بس. انتوا عارفين ان البير بريمه بيتعمل على 200 و230، هي على 120 فدان بس. يعني هتروي غامر. والثانيه يا جماعه مدفوع لها 15%. يعني ايه؟ يعني يا جماعه بص يا جدعان، بصوا المدفوع لها 15%، يعني عليها للدوله 14,000 بس، ويبقى معاك العقد الاخضر. وال 14,000 يدفعوا على 6 سنين، لان هي مدفوع لها قسط، هي بيبقى على 7 ومدفوع لها قسط. خلاص، يبقى احنا عندنا ب 35 اللي احنا فيها دي طفله. اللي عايز يزرع برسيم احسن ارض تمسك ميه. الدليل ايه؟ بحر اهو ما شربتهاش. خلاص، يبقى احنا بنقول الارض الطفله اللي جنب الفرافره 5 كيلو دي ب 35. ارض الخليط اللي 4 كيلو من قريه عثمان بن عفان بكام؟ ب 45. 120 فدان على بير بريمه. طيب اللي هو
شوف العيل بيبقى هايب الحاجه وخد عليها خلاص يلعب. وهنكمل البحيرة إلى نهاية العب 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 العب. العيال نسوني كنت بقول ايه. المهم انا مستنيكم في الفرافره كل يوم، لان طبعا قاعد بعيالي اهو، يعني بقى صايع، بس في اجازه نص السنه رتبوا معايا الاول، لان العيال عايزين يقضوا اجازه نص السنه كلها في القاهره، وانا ممكن اوديهم واقعد معاهم يومين وارجع تاني، فترتبوا معايا في اجازه نص السنه، لان احتمال اقضيها في القاهره واحتمال اقضيها هنا، وانا عارف ان ناس كتير هتجيني في اجازه نص السنه، فرتبوا معايا. لو انا في القاهره هاجي لكم، يعني انا بحب الشغل. بيبو حبيبي. لو واحد هيقول لي مثلا انا جاي لك بكره يا محمد، فهركب من القاهره الصبح ونتقابل اخر النهار هنا، هي الطريق 6 ساعات. يا جماعه لازم يبقى عندكم ارض، لازم يبقى عندكم حلم. الارض دلوقتي بقت بتجيب، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الطن البرسيم وصل 8000. طبعا لما كانت الطن ب 1000 جنيه كانت الارض بتجيب، حاطط لها شكاره كل حشه، شكاره سوبر ب 100 جنيه، والارض جايبه 1000 بترويها، بس جايبه 1000 لمده 5 سنين، فحلوه. ب 10 فدان ب 10000. دلوقتي الفدان بيجيب 8. فانا بقول لك تعالى ازرع بقى برسيم. البرسيم دلوقتي خلاص اتزرع، هتزرع برسيم في شهر 3. طب دلوقتي اللي هيزرع يزرع شويه جرجير بقى، يحسن التربه، يظبطها لحد شهر 3 ويزرع برسيم. في حاجات يا جماعه للناس اللي هي بتتكلم دايما او بتزعل في مواعيد التسليم. ممكن يبقى ميعاد التسليم في حاجه يتاخر 15 يوم، شهر، والله بيبقى غصب عن الناس. ما حدش عايز يزعل مع حبايبه او جيرانه، فبتبقى حاجات قدريه، مش حاجات بالمزاج. قدريه يعني ايه؟ من عند ربنا. يعني مثلا زي تنظيف البير ده، انا ما اقدرش اركب المواسير. انا دلوقتي عامل ماسوره واحده بتضرب الارض وبفتح من الارض، ما اقدرش اركب المواسير، عشان لو ركبت المواسير تتسد، البير بينظف. فانا الناس اللي هي ما ركبش مواسير، باذن واحد احد 3 ايام بس تنظيف كمان، واروح مركب المواسير بس، وانزل لكم ميه على ارضكم، واعمل لكم اللي انتوا عايزين، لان في ناس متعاقده معايا على الزراعه، وفي ناس متعاقده معايا بالبق وهزرع لها، زي صديقي احمد يوسف. فباذن واحد احد ما تزعلش يا احمد، والله اقسم بالله بحبك، وارضك هتبقى احلى ارض، وحتتك احلى حته بفضل الله. لا يا براء، بحياة النبي، ده بكذا 1000 ده. اطلع يا براء بالتليفون من ميه، انا بصور اهو من بعيد. ادي لماما. تعالوا بقى اما نروح البيت عشان ناكل. ايه البتاعه هتبرد. يلا يا بنتي وتعالي بعد كده هناكلها وانت هتجوع هنا في الجبل. يلا يا روكا، يلا وبتعالي تاني. يلا يا بيبو. هنيجي هنا الدنيا ضلمت يا ابن، الشمس غطست اهي، الدنيا ضلمت. بعد الاكل مش هتشوف كف ايدك، هنروح. طيب خلاص، هنقعد 5 دقايق ونروح ناكل. يلا هقفل الفيديو. ايه الاكل ناكله هنا؟ احنا عايزين في البيت بقى، البيت سترة. يلا. عايزه تقولي حاجه للناس يا ام رؤيه؟ بس علي صوتك، قولي للستات مثلا، يعني هيندموا لو جم هنا. اصل الستات اللي بتعطل جوازها، يعني انت ما كنتش عايزه تيجي هنا اساسا، ولا كنت عايزه تروحي معايا المحله، فضلا انك انت تروحي الفرافره، فانت جيتي. انت ندمانه؟ كل حاجة هنا كويسة جدا الحمد لله، وكل حاجة بتعمليها كأنك سبحان الله قاعدة في الدنيا تانية. يعني أنا لما جيت هنا كنت خايفة جدا ومتربصة، وحاسة إن أنا من ساعة ما جيت وأنا كل حاجة بعملها بستمتع بيها. يعني بتلاقي الناس بتخبز، بتقعدي معاهم تشوفيهم هم بيخبزوا وبتستمتعي. عشان ما خبزتيش انت في القاهرة، اتعلمتيش فاتعلمتي هنا. تربية الطيور هنا حلوة جدا، الناس برضو بتربي طيور وبتاكليها في امان، بدل الحاجات اللي بتبقى في القاهرة كلها مش حلوة ومع متحقنة والكلام ده. هنا كل حاجة انت بتعمليها بايديكي،
فماشي يا براء، فبتعمليها بتبقى لا هتقع هدومك، هتتبلى، هتسقع كمان. طب اطلع يلا اطلع. طب اطلع عشان هدومك هتتبلى وهتسقع. هدومك كده اتبلت هتسقع انت اكتر. والعيال هنا مبسوطة جدا وأمان جدا الحمد لله، وكل حاجة ما شاء الله الامان يعني تسيب العيل يلعب في الشارع بالعجله عادي. طبعا هناك كان كل الواحد كان كل ما عيال ينزلوا لازم اقول لهم اذكار الدنيا والاخره عشان خايفه عليهم، بس من نزول مجرد انهم نزلوا السلم بتاع الشقه كان عندي قلق فظيع ان هم يرجعوا بالسلام. لكن هنا بسيبهم بيروحوا يجيبوا كل حاجه من غير اي مشاكل الحمد لله رب العالمين. والدنيا حلوه جدا كفايه الشمس والجو وكل حاجه فيها ما شاء الله جميله. ولما تيجي هتتعودي وعارفه كل واحد بيتعود. والمدارس والدروس والمدارس هنا كويسه برضو جدا. والدروس اسعارها غاليه. انا كنت بدي لبنتي في القاهره الدرس الماده الواحده ب 150. هنا بكام؟ هنا بدي لها الدرس ب 50 بس، يعني الماده بثمن 3 دروس. وهم المدرسين كويسين على فكره وما شاء الله مع العيال كويسين جدا. ومفيش ضغط طبعا زي الضغط النفسي اللي انا كنت قاعده فيه في القاهره في المدرسه. الابلات رايحين جايين يزنوا على الاولاد على الدروس. ويا ريتهم بيشرحوا حلو، مش مشكله تدي درس والعيل يطلع فاهم، اللي هم ما بيشرحوش وشرحاتهم زي الزفت ومصممين انك تخش عندهم دروس. فكانوا ضاغطين عليا نفسيا وضاغطين علينا، وكنت بضطر ما اوديش العيال المدرسه، يعني يمكن ما كانوش بيروحوا 3/4 الايام في المدرسه بسبب ان هم كل ما يروحوا يرجعوا شاكين الابلات مرجعينهم ورا مضايقينهم مع كده. لكن هنا ما شاء الله قاعدين في الدكك الاولى ما حدش بيقول لهم اي حاجه، ما فيش حد بيتكلم على دروس، ما حدش حتى ما بيسالوش ولا بيسيبوا رقم تليفونهم ولا اي حاجه. انت عايز تروح تتكلم معاه ماشي، هو ما بيقترحش حتى عليك رقم تليفونه حتى. وما شاء الله بقول لك الناس كويسه جدا ومحترمه وذوق وبتتكلم معاك باحترام وكل حاجه الحمد لله رب العالمين كويس. بين الدروس والمدارس وكل حاجه الحمد لله رب العالمين. والجو حلو برضو هنا حلو. انا في القاهره كان اوقات الواحد بيبقى قاعد يعني مش عايزه اقول لك هين عليه، يعني ما يطلعش من تحت اللحاف في الشتاء دي، وكان دايما الواحد بيبقى تعبان. لكن هنا في شمس وفي الجو حلو والجو مناسب. جو مناسب هنا حلو في الشتاء. حلو جدا في الشتاء. على فكره اللي انت مش عارفاه ان هنا فيه سياحه شتويه، يعني بيجوا ناس سياح يشتوا هنا في الفرافره. في الصيف هتبقى حر عليك شويه، بس بقى في حاجات كتير قوي تعوض الحر ده، يعني التكييفات بتوع الحاجات دي هتلاقيها وما بنشتغلش من الظهر العصر. احنا لازم نخرج من الظهر العصر في الصيف ما نخرجش. لكن الجو في الشتاء حلو. هي شتويه اكتر يعني. وكل حاجه فيها حلوه الحمد لله. الحمد لله. كل حاجه هتلاقيها، كل اللي انت عايزه هتلاقيه. يعني مدارس ابتدائي اعدادي ثانوي موجود صح؟ ازهر ابتدائي اعدادي ثانوي موجود. في ازهري وفي كل حاجه، هي بس لغايه الثانوي العام. وبس. والصنايع والزراعه موجوده انا عارفها، ومدرسه التمريض وهنا في بنوك والوحده المحليه وكل والاسواق والمستشفيات. وبتروح تاخد الدواء يديك الدواء من غير حاجه ببلاش. الاشعه ب 20 يا جماعه، الاشعه ب 20 والكشف ب 2 جنيه. واهتمام والله. يعني في القاهره تقف طابور ساعتين، لا هنا تخش تكشف على طول، والدكتور بيحترم الناس هنا بامانه يعني. واللي انت ما تعرفوش ان هم عملوا فتره مسائيه للكشف هنا في المستشفى. طيب الحمد لله رب العالمين. وفي دكاتره اسنان خاصه، ويعني الدنيا ماشيه، يعني الدنيا ماشيه. بالنسبه يا جماعه للفرافره، الفرافره يا جماعه الشوارع الرئيسيه مسفله وورده على الناحيتين، وكانك عايش في القاهره. يعني نظيفه، مش بلد ريفي وبهايم في الشارع وريحه جله. لا احنا نفسنا في الحاجات دي مش لاقيين. نفسنا بيدوروا على بهايم. بيقولوا امال الفرافره فين المواشي؟ ده كل واحد عامل مزرعته او بهايمه في ارضه، وبيروح اخر النهار، والصبح بيجي مثلا بقى عنده موتوسيكل او عربيه، بيجي ارضه بعربيه الصبح ويفتح بقى ياكل مواشي، واخر النهار بيروح. فهنا يا جماعه وفيه اللي قاعد في الارض، يعني واحد زي انا كده قاعد في الارض وعامل بيت واروح مكتبي الصبح كل يوم الصبح. لا ده موضوع شخصي يا جماعه. هنتكلم في الموضوع ده بعدين. عشان انا ما كنتش هنا وصحيت من النوم. هتقعد في الارض؟ لا هنقعد في الفرافره، وهنيجي الارض بس نشق كده. ايوه هنجيب عامل هنا. ماشي مش ده اللي احنا متفقين عليه؟ ماشي. لو حصل حاجه غير كده هتعمل لهم فيديو مخصوص. خلاص ماشي، مش هغير اتفاق. بس والله نفسي قاعدين
نفسي عايز ابقى هدوء كده، عايز يعني شايفين يا جماعه، هو في بيوت مش ما انا مش عايز غير الهدوء كده والسكينه دي. بس الحمد لله الفرافره برضه هدوء وسكينه. ودي عزيزه اللي مرأية عايزانا نبيع عزيزه يا جماعه ونجيب عربيه احلى، بقول لها عايزين نوفر الفلوس عشان نشتغل بيها في الارض، عايزه تبيع عزيزه، انا مسميها عزيزه. تقول لي يعني تاجر اراضي يبقى عنده عربيه زي كده؟ فان شاء الله باذن الله ادعوا لنا بقى وتعالوا اشتروا عشان نغير العربيه دي احسن. اشتكت اشتكت. بس هبقى اصور لكم الارض البير الاولاني اللي خلص والناس زرعت فيه، واوريكم الخضره بتاعته، وابقى اصور لكم حته بتاع البيت واكمله لكم في الفيديو ده. هيبقى طويل شويه بس هتستمتعوا. يلا سلام مؤقت يا جماعه. البلكونه اهي اللي براق فيها هو ورقيه. المدخل انا عامله 3 وصاله بحري. لا يا جدعان ده البيت. احنا صورني بقى، انت صورتنيش وعملت صور اهو يا باشا، اهو يا اختي اصورك وانت عايز نفسك تن كده. الناس هتقول لك ده هنا يا جماعه زي قاعده كده هتبقى تتقفل. معلش يا جماعه، تمام. المنظر يا جماعه ايه كنا بنسبح فايه مطينين بطين يعني. اقسم بالله رجلي غرزت 3 متر لتحت يا جدعان. انا كنت بمشي كده يا جدعان ورحت واقع بوشي في الميه. يا جدعان سلام عشان انا اكل يا جدعان. طيب عايزين نصور بس هنا الحمام عامله في الاول، لو حد مثلا في عامل في الارض ولا حاجه عايز يخش حمام ما يهرسش البيت. وده مطبخ، وهنا اوضه تمام، وهنا دي طبعا الصاله، ودي اوضه تمام، ودي بقى خلاص بقى دي اوضه. طيب هنغسل ماشي، هنغسل ماشي. ده هنا الجماعه هم شغالين في الارض بالطاقه اهي، فخير باذن الله، خير باذن الله. وفي طاقه جنب مني تاني اهي زرعه، وده الليزر، جهاز الليزر بيلقط، فان شاء الله خير باذن الله. ارض الشيخ ابو المكان اليافطه دي هكتب على اسمك يا شيخ. دي المزرعه بتاعتك على الطريق حضرتك جنب بيتي تمام، على الطريق. هنا بدايه ارض حضرتك. ان شاء الله احنا شغالين. الليزر طلع دلوقتي عشان احنا بقينا داخلين على المغرب اهو، واحنا شغالين في الارض بتاعت حضرتك. باذن الله هنخلص قريب. المزرعه بتاع الاستاذ احمد يوسف، هكتب اسمه على اليافطه دي. الاستاذ احمد يوسف تمام، شغالين فيها اهو. والبير اهو جنب الطاقه اهو، فاهمني؟ يعني يا دوب تعدي الطريق ارضك اهي، شويه طفله سمراء على زرقاء، يعني ربنا يبارك لك فيها. كله عمال يقول لي الارض دي احلى ارض، الله يبارك لك فيها. شغالين فيها والله يا استاذ احمد، باذن واحد احد ان شاء الله يومين 2 هنركب مواسير. دي يا جماعه المزرعه تمام. كده دي بقى بتاع البط والفراخ شويه غنم شويه، وان شاء الله نعمل برج حمام هنا ان شاء الله. الليزر شغال بالليل اهو، الدنيا ضلمت اهو، الليزر شغال اهو تمام. دي بقى عاملين ايه، 4 غرف شمال و4 يمين، بس الناس البنا شغالين يعني تمام، بحيث ان احنا المدخل ده كله واسع. المدخل ده مثلا نطلع مثلا البط نحط له اكل ويطلع يتشمس، ونخش ننضف له مثلا القطين دول. نضفنا جوه وحطينا له اكل وهو اتشمس تمام، ساعه كده نروح ايه مدخلينه جوه ومطلعين اللي جنبه. القطين اللي جنبه مثلا فراخ يلعبوا وياكلوا، نحط لهم اكل يطلعوا، ننضف لهم ونسيبهم يلعبوا ساعه وهكذا. او ممكن نعمل ايه، نعمل سلك هنا، السلك ده قصد القطين. السلك ده نعلفهم، نعلف مثلا البط ونعلف الفراخ ونعلف الوز ونعلف الارانب، ونروح فاتحين بحيث ان السلك ده يمنعهم ما يروحوش، يعني ده ما يختلطش على ده، يطلعوا ياكلوا واحنا نخش ننضف لهم جوه ونسيبهم مثلا ساعه او ساعتين في الشمس، وبعدين نعلفهم جوه وندخلهم تاني، يبقى ده بيتهم. ان شاء الله بقى نعمل حاجه، ممكن نعمل غنم مثلا ايه
نعمل لهم بيت هنا، نعمل لهم بيت هنا، ونعمل برج هنا، يبقى مزرعه متكامله. وان شاء الله عايز اجيب برضو شويه نعام. انا عامل واسع بحيث ان انا ايه اجيب اسره نعام مثلا. هنا مثلا حتى تبقى قصد البيت من اليمين، البيت اهو تبقى قصد البيت من اليمين، والحته اللي هي فيها اللودر دي عرض مثلا 10 متر في طول فدانين كبيره، يعني مثلا 10 في 100 متر مثلا. دول ممكن نبقى نعملهم خضر كده، نبقى نلعب فيهم كوره. يعني لازم يا جماعه المشروع يبقى متكامل، مش فلاح يبقى طالعين عينه وخلاص، لا، فلاح متنزه. واحد مزرعه كده 5 فدان 10 فدان بس، ايه تمتعك، شويه حمام شويه بط شويه نعام شويه تلعب تعيش. ما ينفعش الحياه كتمه، وما ينفعش حياه في الزحمه، لا، يعني ننطلق الى الايه، الى رحاب الحياه. شوفوا قرص الشمس وهو بيغيب، الليزر شغال اهو. شوفوا هنا الليزر ده بيقول له يعني الحته العاليه بيخليه ياخد من الارض، والحته الواطيه بيفضي فيها لوحده، يعني بتاع الجرار ماشي وخلاص ما بيعملش حاجه. الليزر شفت عشان اعرفكم ان كل حاجه شغاله بالعلم دلوقتي، ما عادش حد بيتعب، ما فيش ري وتقعد تنزل في الميه، لا، بتفتح المحبس تروي، خلصت. هتبدر 10 فدان قمح، الستاره بتبدرهم لك في ساعتين، ومعاهم عامل ب 150 جنيه يحط القمح للستاره وخلصت. فالدنيا بقت راحه في الزراعه. فالشاطر اللي يزرع الايام دي، الشاطر اللي يبقى عنده ارض، عنده انتماء لبلده، يبقى ليه كيان، ما يسيبش نفسه للدنيا ويقوم من النوم الظهر، لا، احنا بنقوم من النوم الفجر هنا، حياه جميله بنستمتع بيها. يلا يا اولاد، يلا يا مرقيه، يلا نروح. يلا هصور لكم البتاع بس الصبح بقى، اصور لكم البير التاني اللي زارع، وهعمله لكم في نفس الفيديو ده ان شاء الله باذن الله، عشان تعرفوا القمح اللي طلع في البير الاولاني شكله ايه. بصوا يا جماعه، ده البير رقم 1. خلاص، شايفين الارض عامله زي الدبش ازاي؟ شوف القمح طالع فيها، ده اول زرع اهو. وده عم احمد الاسد بتاعنا. ازيك يا عم احمد، عامل ايه حبيبي؟ ايه رايك في الارض؟ معلش يا عم احمد، امسك بايدك كده. لا مش دي، امسك لي بايدك الطينه دي. كانت عامله حجر ناشف كده، وما بقى مسكت بقت عملت ايه؟ ها؟ ايوه شايفين يا جماعه؟ امسك حجر مفكوك كده هنا، فكه ماشي، بقت طينه. دي ارض طينيه. امسك الناشف ده كده، امسك الناشف ده شوف بقى طين. خلاص، دي اسمها ارض طفليه، دي احلى ارض للبرسيم، بتمسك ميه. اللي شايفين عاملين دمش اهو، ده البير اللي جنبي، انا اللودر شغال عندي اهو. ده البير رقم 1 بتاعنا برضو، انا اللودر شغال عندي اهو، ارضنا بيتي اهو. فانا بعرفكم البير رقم 1 على التربيه اللي هناك دي. ما هم شايفين الميه اهو، الميه والخضره اللي بعدها. انتوا فاهمين؟ الارض دي حلوه قوي في البرسيم وحلوه. ده قمح اهو، دي اول زرعه. انتوا فاهمين يعني ايه اول زرعه؟ وما خدتش غير شكرتين سوبر، ما خدتش كومبوست، ما خدتش سباخ بلدي، ما خدتش. الارض دي غنيه العناصر. طمنك يا استاذ احمد يا يوسف، ارضك هتبقى حلوه. طمنك يا شيخ ابو مكارم، وطمن كل الناس اللي شاريه مني واللي جاي يشتري جديد. الارض دي حلوه يا جماعه، حلوه. الناس اللي جابتني هنا قالت لي يا محمد الارض دي حلوه، وانا شفتها واهي. ده البير رقم 1، ده البير رقم 1 على فكره. اللي عايز بالبير ده لسه فيه 25 فدان، تمام. ثانيه، وشوفوا الميه برضه. الارض اللي جنب الفرافره دي الميه رهيبه. بصوا الميه 20 يا جماعه، بصوا الميه 20 اهو. شايف الميه كانك في البلد. محدش يصدق ان دي صحراء اهو. اجيب لكم صحراء عشان تصدقوا. محدش يصدق ان دي صحراء، محدش يصدق ان الارض دي عامله زي الصخر. سبحانك يا رب. وتطلع النبات ده
قلت لكم قبل كده يا جماعه، اللي بيقول لك صخر ده كذاب. دي طفله نشفت من الاف السنين، ما جاش عليها ميه طينه، واول ما يجي عليها الميه خلاص اهو. شوفوا طالعه في قلب البتاع الطبول قمحه اهو. يعني انت مبسوط يا عم احمد؟ مش زعلان يعني؟ يعني انت مش زعلان يعني ان انت خدت ارض مننا يعني وكده وطلتم على وشك، ولا مبسوط ولا ايه؟ مبسوط يعني؟ انت مبسوط على الاخر يا اخي. طيب الخير اهو، على عايزين ثاني اجل من كده. الله يوسع عليك، الله يوسع عليك. ماشي. الفدان يا جماعه ب 35,000 جاهز على الزراعه. اما نرمي لك شويه القمح ده نقول لك الفدان ب 50. انت فاهم؟ لان هم بيرموا لك شويه بتاع كده ب 2000 جنيه ويقول لك ايه الفدان ب 50,000. لا، تعالى خد الفدان ب 35 وارمي انت شويه حاجات ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه، ربنا هيرضيك.